السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد والآل وصحبه وسلم. سلطة الدقوس وسلطة الطحينة من أجمل السلطات يا بنات للمشاوي. قد إيه سلطة الطحينة فظيعة بمكون جميل جدا، يعني لا تقولي بقى مية ولا حليب ولا كده، بمكون فظيع يا بنات. سلطة الدقوس فظيعة جدا للمشاوي بطريقة سهلة وبسيطة، هتبقوا أستاذة فيهم. فيديو خفيف ولذيذ كده. تعالوا يلا نشوف طريقتنا. أنا عندي لسلطة الدقوس أنا عندي بقدونس أو كزبرة، عندي فلفل حامي أو بارد، عندي معلقة ملح، معلقة كمون، 5 فصوص ثوم، عندي عصير ليمونة، وعندي 3 حبات طماطم متقطعين بالشكل ده. أظن مكونات موجودة في كل بيت في التلاجة بتاعتك. تعالوا يلا. طب سلطة الدقوس دوت يا بنات الكل بيعملها في الكبة، لو ما عندكيش كبة ما تعمليهاش أبدا. طب تعالي كده هنعملها بقى في الخلاط وهتطلع قوامها أجمل كمان لو انت عملتيها في الكبة. هنحط بقى جميع المقادير بتاعتي على بعض كده بالشكل دوت، طبعا من غير مية من غير أي حاجة يا بنات. شوفوا بقى التكنيك بقى ايه في الضرب هيبقى تردد يا بنات. يعني هتفتحي لو عندك سرعات عندك في الخلاط هتعملها على السرعه الاولانيه وتقفلي، يعني هتضغطي زر وبعدين تقفلي زي بالشكل ده. اول ما البقدونس او الخضره تنزل عشان هي اخر حاجه بتتضرب في الخلط يعني، بس وقفي كده بقى. هتلاقي شايفه القوام تقيل ازاي، طعمها فظيع، طعمها جميل جدا، حاجه رهيبه. طبعا انت لو عندك اطفال خلي بالك ما تكتريش من الشطه او الفلفل الحامي عشان هي بتبقى حاميه جدا، بس بقى في طعمها مع المشاوي هتاكليها لوحدها كده. طيب تعالي بقى نشوف الطحينه بالمكون السحري بتاعنا. انا عندي ربع كوب طحينه، عندي نص ليمونه اعصريها بس جامد كده، تمام. عندي بقى ايه، عندي فصين توم، ما تكتريش توم عشان ما تبقاش حراقه. لو عندك برضو اطفال الملح حسب الرغبه، انا حطيت يعني نص معلقه صغيره. المكون السحري بقى هنا اللبن الرايب، لا تقولي بقى زبادي ولا تقولي حليب ولا تقولي حتى ميه، تمام. اللبن الرايب ده بيوديها لمكان تاني خالص، كانك كده انت بتاكليش طحينه كده، بتاكلي صوص كده ناعم ولذيذ وطعمه مختلف تماما. جربيها، ومش يعني مستحيل تعملي الطحينه الا بالطريقه ديت. انا عندي بص شايفين حطيت حوالي معلقتين ميه او 3 بس، افكها كده بيهم بالطريقه ديت لغايه ما يصبح، وقلبيها كويس جدا لغايه ما يصبح القوام كريمي ناعمه جدا. شايفه كميه يعني ربع كوبايه طحينه، شايفه عملت لك بوله كبيره قد ايه، اقتصاديه وطعمها فظيع، حلوه جدا للكفته، لاي نوع مشاوي انت بتحبوها تاكلوا بيها بالظبط. يعني احسن مليون مره من انك انت اي صوص بتجيبيه في الازاز الجاهزه ديت، والله ابدا لا ما فيش مقارنه ابدا. سلطه الدقوس وسلطه الطحينه باللبن الرايب احلى سلطتين ممكن تعمليهم للمشاوي. الف هنا يا رب. الفيديو ينور رضاكم، والسلام عليكم ورحمه الله.